اللي عندي دايرتين همت متماستين من الداخل، ألف ب ده مماس وألف ج ده مماس وألف د ده إيه؟ مماس. وأنت عايز مين يا عم الحاج؟ قال لي أنا عايز أجيب قياس زاوية طول س، قيمة س. بصوا بقى، في الدايرة الصغيرة، في الدائرة الإيه؟ الصغرى، مش أنت عندك ألف ب وألف ج مماسان؟ ألف ب ده وألف ج إيه؟ ممسان. الممسان المرسومان من نقطة خارج الدايرة يكونان إيه؟ متساويان، يعني ألف ب هيساوي ألف إيه؟ ج. تمام. طب ألف ب يا مستر بكام؟ ب2 س ناقص 3. اكتب كده تحتها 2 س ناقص 3. طب وألف ج بكام؟ هو إيه اللي في السؤال ب15؟ هنا بقى عندي معادلة 2 س ناقص 3 بيساوي كام؟ 15. يلا بقى نحلها معادلة بتاعت 5 ابتدائي. عايز اجيب س، س دي وحشة تحبش حد في الطرف ايه؟ بتاعها، فبتتخلص منهم، واول حد بتقدر عليه الجمع والطرح، فهتودي -3 الناحية التانية بعكس الايه؟ الاشارة. لقينا مين هناك؟ ال15 تتكتب الاول عشان ما تزعلش. يبقى 2 س هتساوي، يلا نطلع الناتج، 15 ناقص زائد 3 18. بعد كده لسه في رقم غلس مع س عايز اتخلص منه اللي هو مين؟ الاتنين. هقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، دي طار مع ده، يبقى 18 على 2 فيها الايه؟ التسعة. شفت تافهه ازاي؟ في الدايره الصغيره الممسين دول بيساووا بعض، ألف ب ب2 س ناقص 3، طب وألف ج ب15، ونحلها معادله سنه 5 ابتدائي. طب انت ما لاحظتش حاجه؟ دي احنا بنحل هندسه يا راجل، بنحل هندسه. جاب لك حته جبر بتاعت اولى اعدادي. يلا معلش، في الدايره بقى الكبرى زي ما عملنا في الدايره الصغرى هنعمل في الدايره الكبرى. ألف ب وألف د، ألف ب اهو وألف د ممسان في الدايره الايه؟ الكبرى. يبقى اذا ألف ب هيساوي ألف ايه؟ د. طب ألف ب بكام؟ ألف ب كان بيساوي من شويه مين؟ ألف ج، صح؟ طب وألف ج بكام؟ ب15. طب ما انا اعمل حته حلوه، اساوي احط ألف ب بكام؟ ب15. طب وألف د بكام يا مستر؟ موجودة في السؤال يا حبيبي، بس انت بتخاف تقرا السؤال. اعمل لك ايه؟ ألف د بصاد ناقص ايه؟ 2. ادي صاد ناقص 2. طب يا مستر لو عايز اجيب صاد اعمل ايه؟ قلنا صاد دي وحشة تحبش حد في الطرف بتاعها يا اخي، سبحان الله تتخلص منهم على طول. بس اول حد بتقدر عليه يا كنزي، كنزي معانا اخت كارين، هنودي -2 دي الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 15 زائد 2. طب 15 زائد 2 كام؟ 17. يبقى صاد بكام؟ ب17. شفت بقى سهلة ازاي؟